بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملنا السمك المكاريلي يا جماعة، صينية تحفة 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 بالبطاطس. جربوها. وعملنا جنبها الرز الأبيض جميل جدا جدا. جربوها بالطريقة دي، حلوة أوي أوي أوي، هتعجبكم. تحفة تحفة السمك ومستوي وجميل يا جماعة. يلا بينا صينية المكاريل بالبطاطس جميلة قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف احنا عملناها ازاي. يلا يا حبايبي، واللي يعجبه الفيديو يحطوا لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا نشوف الصينية دي احنا عملناها ازاي. شفت السمك جميل جدا ازاي يا جماعة؟ طالع من الفرن تحفة وريحته جميلة جميلة جميلة. وبألف هنا يا حبايبي. وعملنا جنبه الرز الأبيض. طبعا دي رغبه، الرز الابيض رز البصل زي ما انت عايزه اعملي. اللي بتحبوه اعملوا، بس هو الرز الابيض جنبه بيبقى حلو قوي. لان الخلطه اللي تحت السمك تحفه تحفه تحفه. يلا بينا نشوف احنا عملنا صيد السمك دي ازاي. يلا يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة انا جبت سمك المكاريلي يا جماعة. طبعا ده المكاريلي الاصلي، ما شاء الله عليه. هعمله صينية في الفرن بطريقة جديدة وحلوة، وهتشوفوها هتعجبكم جدا جدا جدا. هنعمل صينية سمك في الفرن لأول مرة بعملها بالطريقة دي. هتشوفوها جميلة جميلة جميلة. وده سمك المكاريلي الأصلي يا جماعة، اللي هو الأصل الأصل، مش المكاريلي التاني، لا ده المكاريلي الأصلي. هنعمله صينية جميلة جدا وبألف هنا. واللي هتعجبه الصينية يحط لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا ننضف السمك ونشوف هنعمل مع بعضنا ايه. يلا يا حبايبي. اهو يا حبايبي انا كده نضفت السمك اهوت. بسم الله ما شاء الله، خليته زي الفل اهو، زي القشطه كده، ما خليتش فيه اي حاجه. طبعا السمك ده يا جماعه حلو جدا في الاكل وجميل وطعمه حلو خالص. كده انا عملت له في الكبه توم وكمون وفلفل اخضر وهريسه وليمون. وكده هنحشي السمك دلوقتي قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحشي السمك اهو قدامكم. هناخد حبه من الخلطه دي. هنا انا عملت ايه يا حبايبي؟ الاول هنا خرطت بطاطس وطماطم وبصل وفلفل اخضر، تمام. وهنا قطعت شرايح الليمون. كده هحط كله على بعضه بقى باذن الله. هنا بطاطس، هنا طماطم، هنا بصل، هنا فلفل اخضر. كده هحشي السمك وارجع لكم. اهو يا حبايبي انا كده حشيت السمك اهوت. حشيت السمك تبلته. وهنا حته بالخلطه بتاعته كده هحطها على الحاجات دي كلها واقلبها ببعضها كده. واقلبها ببعضها بالخلطه اللي انا عاملاها كده. هقلبها ببعضها بالطريقه الحلوه دي. كده قلبت حبه من الخلطه على الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها على الخضار كله كده. وهنبدأ نرص بقى ايه عليه السمك. كده صينية سمك يا جماعة، ما تقولوش لعدوكم عليها، حاجة فخمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطريقة ديت. وهنبدأ نعصر عليه سمك ليمون. السمك ليمون وكمون. بالطريقة ديت نعصر على الخلطة كلها وعلى السمك كده ليمون. السمك يا جماعة الليمون بيخلي السمك تحفة. وهنرص كده شرايح ليمون بالطريقة ديت. وبقى نحط عليهم شوية زيت بالطريقة الحلوة دي. نرص شرايح الليمون كده. الطريقة الحلوة دي. كده هنحط بس شوية زيت وخلاص. اهو يا حبايبي كده بقى هنحط عليه ايه حبة زيت بسيط كده. السمكة كده وعلى الخلطة كده بالطريقة الحلوة دي. كده بقى هنحطه في الفرن. دي صينية السمك بتاعتنا بالجمال والحلاوة ديت اهي جهزت اهي. انا بدخلها الفرن بقى وتطلع من الفرن. بتقعد في الفرن من نص ساعة لساعة الا تلت. تقعد في الفرن كده. بتطلع الخلطة اللي تحت يا جماعة أحلى ألف مرة من السمك نفسه بالطريقة الحلوة دي. يلا نحطها في الفرن وتطلع من الفرن نشوفها.
طبعا بنعمل جنبها رز ابيض جميل جدا، واللي عايز يغمس برضو بالعيش من الخلطة الجميلة دي بيغمس. كلها بتبقى تحفة. وبألف هنا حبايبي، يلا بينا نحط في الفرن. اهو يا حبايبي انا كده حطيت حبة زيت وغسلت الرز وحطيت بس كده. نقلب، هنعمل رز ابيض جنب السمك جميل وبطعم حلو. تقلبي الرز في الزيت كده شوية 5 دقايق بياخد طعم جميل الرز يا جماعة، والله بعمله يعني تقولوا ده انت خاب اللبن زي ما يكون رز مدسوس. تقلبيه بس في الزيت كده 5 دقايق بالطريقة الحلوة دي. طبعا ده رز السمك. شوف السمك في الفرن بقى اهوت بقاله نص ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اهو يا حبايبي كده بس عايز يولع له الشواية يتحمر وشه. السمك جميل في الفرن اهو، لسه بس هولع الشواية بس يحمر وشه وخلاص. جميلة جدا جدا صينية السمك وبألف هنا حبايبي. كده نكمل الرز، يبقى عملنا رز ابيض جنب السمك. بس الرز لازم تقلبوه كده من 5 دقايق كده في الزيت عشان يتفلفل يبقى جميل بالطريقة الحلوة دي يا حبايبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. كده خدت تقليبه حلوه اهي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. كده الرز لما بيتقلب كده في الزيت شويه تاكل احلى رز ابيض بالطريقه الحلوه دي. احط له الملح بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، والميه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طبعا انا مش بعاير ولا حاجه، انا بطبخ كده بالوان كده بيطلع زي الفل. بحط الميه كده، لكن اللي ما يعرفوش يعايروا الرز ويعايروا الميه. نحط عليه يستوي بقى. كمان بس شويه ميه صغيره كده نغطي عليه بقى يستوي. اهو يا حبايبي صيد السمك طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله بالجمال والحلاوه دي ما شاء الله اللهم بارك. زي السكر. اعملوها بالطريقه دي يا جماعه هتاكلوا احلى سمك. يلا بينا نغرف منها. اهو يا حبايبي انا كده خلاص خلصت السمك غرفته بالطريقه دي. والبطاطس يا جماعه دايبه دوب، البطاطس دايبه، شفتوا دايبه ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. البطاطس مستويه تحفه. والسمك يا جماعه بصوا بالجمال والحلاوه دي اللهم بارك. اللهم صل على النبي. وزوقنا الطبق عشان العين بتاكل قبل البق. وغرفت الرز الابيض اهوت جميل جدا وبالف هنا حبايبي. السمك طلع تحفه من الفرن بألف صينية سمك جميلة جدا جدا جدا. واعجبوا الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. وبألف هنا يا حبايبي بنقدم لكم الجديد بمشيئة الرحمن مع أختكم محمد. مع ألف سلام.